في هذا القصر الكبير، هذا اللي شايفينه، اللي هو عبارة عن 4 جدران فقط ومغطى بلوح توتي، كانت ساكنة عائلة مهجرة، أب وأم وأطفال، كانوا نايمين مثلهم مثلكم. كيف كنتوا أنتم نايمين في بيوتكم بهالليلة؟ هني كانوا نايمين. نزلت قذيفة من ميليشيا إيران وميليشيا حزب الله وميليشيا الأسد المجرمين، نزلت في نص البيت، استشهدت طفلة عمرها إيناس، دمها لساته على الأرض، بس ما بنحسن نصوره مشان مشاعر منصات التواصل الاجتماعي. بس شوف الأحذية لساتها موجودة، شوف أحذية الأطفال، كل شيء هون بيدل على بساطة العائلة اللي تهجرت أو وجت لجأت لهذا المكان في ريف إدلب في محيط بنش. خلينا ندخل لجوا لنشوف المكان. شوف بساطة التفاصيل. هذا هو البيت كله، هذا هو كل البيت اللي كانت ساكنة فيه هاي العائلة. مبين إنه العائلة عايشين في ظروف معيشية صعبة. شوف التفاصيل، هاي المكان اللي كانوا نايمين فيه. على واحدة من هدول كانت نايمة إيناس طفلة عمرها 9 سنوات، فارقت الحياة بهذا القصف اللي طال منزلهم. شوف هذا المكان، هاي التفاصيل. ما ذنبهم شيء، ما لهم أي ذنب، هربوا قعدوا بالبرية بعيد عن كل المدن، بعيد عن كل الأماكن اللي ممكن أنه يتم استهدافها، ليهربوا بأولادهم، ليعيشوا وياهم بين 4 جدران بسقف مثل ما أننا شايفين. السقف هذا حتى المي ممكن تخترقه وبتنزل عليهم، لكن سكنوا في هذا المكان هربا من بطش النظام وحزب الله وروسيا. خلينا نشوف تفاصيل وفخامة المطبخ اللي قاعدين فيه. شوف المكان، شوف هون كانوا في هذا المطبخ، هذا المطبخ لهي العائلة. أدوات بسيطة. شوف بس لفرجيكم تفصيل مهم للإرهابيين، إنه هاي بيجوز مثلا لأبو قتادة الأفغانستاني، هاي اللي تم استهدافه ليكم. هاي ممكن لأختها إيناس اللي حاليا هي في المشفى. إيناس صارت في المقبرة بس أختها في المشفى وأخواتها في المشفى وأبوها وأمها بالمشفى، تم إسعافهم. شوف التفاصيل البسيطة. شوف هاي علب الأكل اللي كانوا عم يأكلوها الإرهابيين، هي شوفوا. طبعا أنا واثق إنه الأب عاش معاناة طويلة جدا لحتى قدر يأمن هاي علبة الحليب، أو ممكن تكون إغاثة جايته، لأنه من الصعب إنه يشتريها. لو إنه يقدر يشتري هاي علبة الحليب ما كان سكن في هذا المكان، ورغم سكنه في هذا المكان ما قدر ينفذ من الموت أو من الإجرام اللي فرضوا عليه نظام الأسد المجرم. إذن هاي هي كل شيء عندهم موني، هاي كل شيء عندهم غراض دمرت كلياتها طبعا، وهن بالمشفى حاليا. هاي كل شيء عندهم، ما في شيء يعني. حتى شوف جميل، شوف ليك يمكن عاملين العظام هاي اللي بيسلقوها، شايف سالقينها أو هيك شيء مشان يتعشوا. فهذا المكان اللي تم استهدافه هو بيت بسيط جدا لعائلة بسيطة، أدى لاستشهاد الطفلة إيناس وإصابة أفراد العائلة. طبعا بنذكر أنه اليوم تعرضت محافظة إدلب عموما أو المناطق شمال غرب سوريا ل 125 قذيفة موزعة بمدفعية وهاوية ودبابات، بالإضافة للطائرات المسيرة. أكثر من 13 طيارة انتحارية مسيرة أدت لإصابة مدنيين في مدينة أريحة واستشهاد الطفل مثل ما شايفين هون، وإصابة أفراد عائلته، بالإضافة لمناطق ريف حلب الغربي أيضا، دار تعزي وغيرها من المناطق تعرضوا للقصف. القصف مستمر، الإجرام بحق أهلنا مستمر من قبل هذه العصابات المجرمة بالطائرات الانتحارية، بالطائرات المسيرة، بالقذائف المدفعية، بقذائف الهاون، بالصواريخ، بشتى أنواع القصف، والناس عم تموت وما لها أي ذنب مثل ما شفنا إيناس وعائلتها. محمد الفيصل، ريف إدلب.